بارت 2. معلش يا جماعة قلبت عليكم المواجع وقلبتها على نفسي، بس يعني عشان نبقى برضو حقانيين، يعني هو مش كله زفت قوي كده. يعني الغربة برضو ليها تجارب إيجابية كتير، منها إنك أنت بتتعامل مع ناس مختلفة عنك وثقافات مختلفة عنك، وده في حد ذاته بيوسع الأفق وبيدي جلادة للبني آدم. فيعني أنا مش بقول إن هو كله نيلة، بس هو الموضوع صعب. يعني تعالي كده افتكري معايا يا حلوة، بالذات لو البنات هي اللي أنا بكلمها، وانتي واقفة بتطبخي وبتحاولي تأكلي نفسك وانتي اصلا في بيتكم عمرك ما دخلتي المطبخ. لما تبقي عيانة سواء ولد او بنت، وماما وبابا اللي بياخدوا بالهم منك وانتي في الغربة في الحمام على الارضية عشان مش عارفة تعملي ايه، وفي نفس الوقت لما تكلمي بابا او ماما انتي مش عاوزة تقلقيهم، فانتي عاملة فيها 7 رجالة في بعض. يعني بصي تجارب زي النيلة. ولا لو انتي اسرة جديدة مكوناها لسه جديد وربنا كرمك بعيل ولا حاجة، تبقي بتلفي حوالين نفسك. يعني ايام صعبة، بس ارجع اقول في الاخر التجارب دي كلها بتشيب البني ادم وبتخلي عنده ريزيلينس وبتخلي عنده فهم اعمق وتقدير اعمق للنعم عموما في الحياة. فيعني مش لازم ناخدها كلها سواد. خلي بالكم من نفسكم ومن الناس اللي بتحبوها، الدنيا مش حلوة زي ما هي دايما ظاهرة ليكم.